عليكم. طبعا كنا اتكلمنا قبل كده مع بعض عن ازاي تستقبل العجول وازاي تجيب عجل من السوق في فيديو. النهارده بقى هنتكلم عن حاجه مهمه، هنتكلم مع بعض. انا فعلا جبت العجل اهوت، ايه اللي انا هعمله اول العجل ما يجي؟ العجل ده لسه جاي حالا، يعني العجل ده جاي من ساعتين. هنتكلم عملي عشان حضرتك لو جايب حاجه من السوق او جايب عجل من السوق تشتغل صح. وده عجل واحد اهو، ولا كميه ولا 10 ولا حاجه، هنتكلم مع بعض عجل واحد ان شاء الله. في الاول خليني اعرفكم بنفسي، معاكم اخوكم اسلام عبد الرؤوف، ودي قناتكم قناه المزرعه. ولو انت ما اشتركتش في القناه مستنيك تشترك وصلي على النبي، ويلا بينا نبدا. طبعا العجل زي ما حضراتكم شايفين، قبل ما تجيب العجل لازم تجيب العجل المظبوط. قول ما شاء الله في قلبك الاول. شايفين حضراتكم العجل ده؟ العجل ده خليط، بس خليط ايه؟ خليط سيمنتال. خليط السيمنتال لازم تجيب عجل بمواصفات معينه. شايف فتحه العجل اهي؟ يا ريت تكون بس واضحه في الصوره اهي، ما شاء الله. شايف فتحه العجل؟ شايف رجول العجل؟ شايف رقبه العجل؟ يعني العجل لسه صغير اهو، يعني العجل ده حوالي 4 شهور ونص او 5 شهور، بس عجلي ما شاء الله عليه شبعان من لبنه. طب انت يا عم اسلام انت كنت قلت ما تجيبوش في الحر وما تعملوش في الحر. لو انت ما عندكش خبره وما عندكش حاجه ما تجيبش في الحر. بس طبعا انا يمكن اخر فيديو كنت منزله عن العجل اللي ميت، ربنا يعوض ان شاء الله. بس طبعا اللي بيحب الحاجه ديت ما بيسلاهاش. لو لا قدر الله العجول اللي عند الواحد كلها ماتت، بس برضه ايه، هيعافر تاني وجيه. وهبقى احكي لكم قصه انا اشتريت العجل ده ازاي في اخر الفيديو، هتعجبكم قوي. طبعا العجل زي ما قلنا المواصفات، لازم يكون الظهر عريض، لازم يكون الصدر مفتوح. مواصفات عجل زي ما حضرتك شايف العجل ما شاء الله. هو الثاني العجل لازم يكون مواصفاته زي ما انت شايفه كده، يكون باين في الفيديو. طيب يا عم انا اشتريت العجل ده وجبته، هعمل ايه بعد كده؟ العجل طبعا انا ما نزلتوش مع العجول اللي تحت. العجل انا جبته، دي اوضه انا عزلته فيه. يا جماعه الامان الحيوي بتاع المزرعه بالذات في الامراض اللي احنا فيها دلوقتي في وقت الصيف ده مهم جدا. طبعا دي اوضه نظيفه اهيت زي ما حضراتكم شايفين، الاوضه نظيفه. انا طلعته عزلته فيه. طب انا هعتزله كام يوم يا عم اسلام؟ انا هعزله بالاقل حاجه خالص، هعزله 5 ايام. ده انا مش عارف، ممكن يجي له جلد عكدي، ممكن يكون في حمى كلاعيه، ممكن يكون في انا ما اعرفش هو في ايه. ممكن يكون العجول اللي تحت عندي تكون هي فيها حاجه تعدي دي. فانا هسيبه الاول كده لحد ما اطمن عليه. فانا ركنته كده. طبعا جايب الماء نضيف، طبعا المكلف بتاعه الحاجه اللي هاكل فيها ده يا جماعه هو زي ما انتم شايفين، ده دريس اهو، ده دريس حجاز، ولا علف ولا اي حاجه. طبعا العجل زي ما انتم شايفين ما شاء الله عليه بياكل في الدريس. فانا هفضل اول يومين كده معاه بالدريس والميه، مش هديله اي علف ولا اي حاجه. وبعد كده هديله علف 18%، ابدا معاه واحده واحده. العجل ده حوالي زي ما قلنا حوالي 5 شهور. طيب انا جبت العجل وعزلت العجل، ودي مواصفات العجل اللي انا قلت لكم عليه. هعمل ايه تاني؟ هنتعلم مع بعض دلوقتي نعمل ايه. دي يا جماعه حاجه مهمه اهو، زي ما اتكلمنا قبل كده وقلنا مش لازم تكلف نفسك عشان ايه؟ عشان تشتغل صح. دي ازازه ميه 2 لتر بتاعت بيبس، ودي بتاعت معطر ولا بتاعت اي حاجه. طب انا لو ما عنديش موتور ولا لو ما عنديش رشاشه، دي حاجه بسيطه، وده عجل واحد. طب الموتور تحت والرشاشه تحت وكل حاجه تحت، بس ده مش مستاهل اللي انا املى له 50 لتر ولا املى له 20 لتر ولا ده كله. لازم تدور نفسك وتشغل دماغك. دي حاجه بسيطه اهي، 2 لتر ميه، وادي الدواء اللي احنا بنطهر بيه. ادينا كل حاجه احنا بنشتغل مع بعض عملي، بنشتغل مع بعض اهوت عملي، عشان خاطر الناس اللي تقول لي انت مش عارف ايه ومش عارف ايه، انا بديكوا من قلب المزرعه. ده طبعا دواء اسمه بيتوبان اهو، بالنسبه للناس اللي سالتنا عنه. ده دواء اسمه بيتوبان. ده بتاع ايه؟ ده بتاع الجراد، عشان خاطر الطفيليات الخارجيه بتاعه العجل. طبعا يا جماعه ده سنتي على اللتر ميه، دولت هنقول 2 لتر ميه اهو. هناخد 2 سم. طبعا هناخد 2 سم بالبركه؟ لا مش هناخد بالبركه. طبعا دي سرنجه اهي 3 سم.
ادي 2 سم زي ما حضراتكم شايفين اهو. طبعا خليك معايا شوف الميه هتقلب ازاي. بص شايف الميه قلبت معايا ازاي، وهرجع ده طبعا كده مكانه. زي ما قلنا صرف نفسك وظبط نفسك. حضراتكم شايفين معايا الدواء قلب ازاي، الدواء عمل ازاي اهو. يا جماعه مهم جدا اللي انت زي ما قلنا قبل كده، طالما سنت على اللتر، الشركه قالت لك سنت على اللتر يبقى سنت على اللتر، 2 سم على اللتر يبقى 2 سم على اللتر. ما تزودش عشان خاطر لو هو امن وحضرتك زودت مش هيبقى امن. دي حاجه لازم تخلي بالك منها، مفيش بالبركه. شوف انت مالي كام لتر وشوف هتحط كام سنت، عشان انت ممكن تموت عجله بسبب حاجه زي دي. طبعا مع بعض اهوت العجل اهو زي ما انتم شايفين اهو. همسك العجل كله اهو، كل حته في العجل مع بعضها. طبعا مش هرش وش العجل برضه، مش هروح في بقه واديله. هو اهم حاجه الحتت ايه، هو الجراد بيبقى لابط في الحتت اللي تحت دي، وبيبقى لابط بين الفتحات ورا هنا. طبعا عشان انا بكمله رش، بس انا عرفتكم الطريقه وعرفتكم الحاجه. طبعا الاوضه زي ما حضراتكم شايفينها كده متظبطه اهي. ومعانا طبعا ده قالب الملح المعدني اهو. طبعا ده مهم يا جماعه، ده مهم يكون معاك في الاوضه. ليه؟ العجل يلحس فيه يعمل فيه. اوضه بسيطه سواء 3 في اي حته عند حضرتك تعملها نظام عزل كده. لو انت جايب خروف جديد، لو انت جايب عجل جديد، لو انت جايب بقره جديده، اي حاجه انت جايبها لازم تتعامل معاها كده. طبعا احنا قلنا المواصفات وقلنا ازاي تستقبله وقلنا ازاي تعمله، دي كلها حاجات انا حبيت اعرفها لحضرتك. تعال بقى نقول العجل احنا جايبينه ازاي او جبناه ازاي. العجل ده انا قاعد طبعا اليومين دولت، انا اصلا احنا من زمان شغالين في التين الشوك، عندنا ارض مزروعه تين شوك وكده. فطبعا انا ببيع في فرش احنا عاملينه كده بنبيع فيه تين شوك. انا قاعد واحد نزل يشتري مني قال لي انا عايز ب 30 جنيه تين شوك، قلت له اتفضل، قشرتهم له وحطيتهم. ببص في العربيه لقيت معاه عجل. ايه يا عم اللي معاك في العربيه ده؟ قال لي ده عجل. بتبيعه؟ قال لي اه ببيعه. طلعت اتفرجت عليه عجبني الصراحه عجبني. اتكلمت معاه طب تيجي تشتري. المهم جيت منزل العجل واخد، ولا رحت سوق ولا رحت تاجر. هو جت بظروفها كده وجت حاجه، بس هو عجبني. وتتوقعوا كده قولوا لي سعره بيجي كام؟ اللي يعرف سعر العجل ده يكتب لنا في التعليقات يعمل له كام اهو زي ما حضراتكم شايفين اهو. اتفرج على العجل، ارجع ورا وانت بتصور، ارجع. بس شفتوا العجل اهو. بس ما حدش اللي هو ما راحش سوق من زمان ما يتكلمش عشان خاطر الناس ما تعرفش الاسعار. اللي هو في السوق واللي هو عارف اللي هو لسه بايع ولسه شاري قريب يشوف الدنيا ويقول لنا سعره كام. وانا برضو في الاخر في تعليق هبقى اكتب لكم انا شاريه بكام. دي كانت حاجات بسيطه. في الاخر ما تنساش تشترك في القناه وما تنساش تصلي على النبي زي ما تعودنا. والله يصلح حالنا وحالكم. بالتوفيق للجميع ان شاء الله. السلام عليكم.